ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. الف مبروك لمنتخب مصر، الحمد لله على المكسب. 3 بونت بيفرقوا في مشوارنا لكاس العالم. بنكسب اثيوبيا 2-0. اداء منتخب مصر عليه علامة استفهام كبيرة. منتخب مصر بنسبة 100% وصل كاس عالم. بقى عندنا 3 ماتشات في التصفيات. بوركينا فاسو هنلعبوها يوم الثلاث، نكسب الماتش صعدنا كاس عالم رسميا. وعندنا في شهر 10 ماتشين، ماتش مع جيبوتي وماتش مع غينيا بيساو. منتخب مصر يكسب اثيوبيا، منتخب ضعيف وغير مصنف، 2-0، ضربتين جزاء فيهم واحدة ما تتحسبش. فهنا عليهم علامة استفهام. الناس اللي بتقول لا انا عايز اوصل لكأس العالم ومش عايز الاداء ومش مشكلة، وانا قبل كده الاجيال اللي قبل كده كانت بتلعب كرة حلوة بس ما بيوصلوش كأس عالم، والكلام على جيل كابتن حسن شحاتة. بس كنا بنلعب كرة حلوة وهوصل كأس عالم، اعمل ايه؟ انا النهارده فرحان بصعودي لكأس العالم. ده منظر منتخب يروح يلعب كاس عالم؟ ده منتخب وده اداء لعيبه تروح تلعب كاس افريقيا بعد 3 شهور؟ لا، لازم نبص على الاداء. ولو بصينا بقى على الاداء اكتر ورجعنا كده بالزمن لورا 10 سنين ل 12 سنه من بعد كابتن حسن شحاته، هو ده اداء منتخب مصر على كم الاجيال اللي جت. هو ده اداء منتخب مصر. منتخب مصر في العشر سنين اللي فاتوا هو ده اداء اللعيبه، باختلاف اللعيبه اللي بتلعب، باختلاف المدربين، هو ده الاداء. وده حال الكره المصريه عامه، مش بس حال منتخب مصر. ده يعرفك قد ايه الكره المصريه فاشله، قد ايه الدوري المصري دوري فاشل ومش ناجح. الارقام اللي احنا بنقعد نسمعها في اللعيبه اللي في الدوري المصري ارقام وهميه. فين اللعيبه النهارده اللي بتقبض بالملايين؟ عملوا ايه للمنتخب؟ فين ادائهم؟ فين طريقه لعبهم؟ بلاش الناس تفرح بصعودها لكأس العالم وخلاص. لا، انا مش عايز اوصل كأس عالم وبس، انا عايز اوصل الاعب منتخبات اوروبا ومنتخبات امريكا ومنتخبات اسيا، ابقى الند بالند والعب كوره حلوه. زي ما شفنا جيل حسن شحاته ما وصلوش كأس عالم، بس لما راحوا كأس القارات شفنا عملوا ايه قدام البرازيل وقدام ايطاليا. ولولا سوء التوفيق اللي قابلناه في ماتش امريكا واستهتار بعض اللعيبه كان زماننا وصلنا. فانا مش هبص ان انا اكسب واوصل كاس عالم وان انا مش عارف ادي. مفيش اداء، بكسب اثيوبيا 2-0 بضربتين جزاء، 90 دقيقه مش عارف اسجل هدف. عندي احسن لاعب في العالم مش عارف استخدمه. عندي عمر مرموش من احسن اللعيبه اللي موجوده حاليا في الدوري الانجليزي مش عارف استخدمه. فين لعيبه الدوري المصري اللي بنقعد نسمع فيها الارقام؟ هو ده حال الدوري المصري. الدوري المصري بلا نظام وبلا اي جوده، اي لاعب ممكن يخرج منه. هو ده حالنا، ده حال الكرة المصرية. اتحاد كرة فاشل، اتحاد كرة ما بيديرش صح، مش عارف يعمل مسابقة صح، مش عارف يوقف كل حاجة عند حدها في البطولة صح. عشان كده هو ده الدوري المصري، وهي دي اللعيبة اللي بتخرج من الدوري المصري. لعيبة بتاخد بلايين الملايين مش عارفة تأدي في الملعب اللي هي وظيفتها، اللي هي بتاخد ملايين عشانها. لا، لازم الناس تقف. احنا مش ضد المنتخب ولا ضد كابتن حسام حسن، بس كابتن حسام عليه علامة استفهام أصلا في اختياراته للعيبة. اللي بنشوفوها مجاملات. أنا كنت مفكر، أنا لما عملت فيديو قبل الماتش ما يتلعب وكابتن حسام بعد ما اختار القايمة، كنت مفكر إن أنا بس بشوف إن في مجاملات وإن الناس لا مش هتشوف كده. بس لا، الناس النهارده بعد الماتش كلها طالعة بتتكلم إن في مجاملات في اختيارات كابتن حسام للمنتخب. 10 سنين هي دي اسطمبة منتخب مصر. كل المدربين وكل اللعيبه هي دي اسطمبتهم، هو ده ادائنا. حتى لما مستوانا ابتدى يتحسن شويه مع كوبر اللي كان الناس بتنتقده ان هو بيلعب كره دفاعيه، هي دي القماشه اللي عندك. وهو طلع وقال كده بدل المره مليون، هي دي قماشه اللعيبه المصريه، وهو ده حل الدوري بتاعك. لما جه كيروش برضه كان بيلعب كره دفاعيه عشان هو ده حال الدوري. هو ده حال الدوري المصري. انت ما بتخرجلوش لعيبه، فبالتالي هو القماشه اللي انت مخرجها له هو ده استخدامها، مش هيقدر يطور فيها اكتر من كده. كيروش على الاقل كان بيعرف يلعب على المرتده، وبيعرف يستخدم صلاح ومرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد، لعيبه عندها سرعات. غير كده لا. هو ده حالنا وهو ده حال الدوري المصري. بلاش نضحك على بعض، وبلاش الناس تقول لك اصل ما احنا نجيب مدير فني اجنبي. مدير فني اجنبي هيعمل ايه؟ احنا كان عندنا الاجانب. هو ده حل لعيبتك وهو ده ادائهم. ما تستناش منهم اكتر من كده. ليه؟ احنا عندنا اعلام بينفخ في اللعيبه
عندنا جمهور بيفضل ينفخ في اللعيبه يحسسهم ان هم حاجه كبيره قوي وهم في الملعب ما يسووش 3 تعريفه. شايفين اللعيبه النهارده اللي بتاخد ملايين؟ شايفين زيزو ابو 160 مليون ولا 150 مليون؟ شايفين تريزيجيه ابو 3 مليون دولار؟ اللي كل ما حد يتكلم اصل ده كان بيلعب في الدوري الانجليزي، كان بيلعب في الدوري الانجليزي، وايه المشكله؟ ايه المشكله؟ يعني ايه دوري انجليزي؟ ما بيرسي تاو كان بيلعب في الدوري الانجليزي وكان بيلعب في الاهلي، احمد حجازي كان بيلعب في الدوري الانجليزي، علي جبر كان بيلعب في الدوري الانجليزي. هو ايه الدوري الانجليزي يعني؟ بتيجي وبعدين ثم ان تريزيجيه عمل ايه في الدوري الانجليزي برضه؟ فالناس فرحانه بان لاعب كان بيلعب في الدوري الانجليزي. فين اداؤه مع المنتخب؟ تريزيجيه اللي كنا بنقول عليه اصل ده شايل المنتخب، ده صلاح ملوش لازمه، ده تريزيجيه هو اللي بيعمل. لا عمر ما صلاح ما كانش ليه لازمه، عمر ما محمد صلاح مع منتخب مصر ما كانش ليه لازمه. بس فين اللعيبه اللي حوالين منه اللي تساعده؟ دايما بنقارن صلاح في ليفربول غير صلاح في منتخب مصر. يا باشا بص على اللعيبه اللي بتلعب حوالين منه هناك عامله ازاي، وبص هو بيلعب قدام مين، وبص انت هنا بتعمل معاه ايه. فين اللعيبه اللي جنب محمد صلاح؟ الراجل كان بيلعب معاه الكسندر ارنولد، جاي تلعبه جنب محمد هاني وتقول له اصل فين صلاح اللي بيلعب على الطرف؟ هو انت عندك باك يمين اصلا في المنتخب ولا عندك باك يمين في مصر اصلا عشان تقول فين صلاح؟ صلاح اللي بيلعب جنبه سوبوسلاي وماكاليستر، وكان بيلعب قبل كده تياجو الكانتارا، وكم من النجوم دي جاي بتخدم عليه النهارده بزيزو وتريزيجيه اللي بيلعبوا في مراكز مش في مراكزهم اصلا. الاتنين اللي بيلعبوا تمانيتين كل شويه طالعين على الاطراف. انا بشوف ناس معرفش بتفهم ولا ما بتفهمش، غبيه ولا دي دماغهم، بيطلعوا يتكلموا اصل صلاح صلاح. مالك يا عم ومال صلاح؟ ما تبص على حل لعيبتك، بص على الدوري المصري شوف بيخرج لك ايه لعيبه تفيد منتخب مصر. كابتن حسام حسن النهارده بادئ بتشكيل 4-1 4-1 تمام، ده الطبيعي، واحد ارتكاز بس عشان انا هاجم بالخمسه اللي قدام، عشان انا نازل الاعب منتخب ضعيف اصلا ومش مصنف. طيب بلعب باتنين تمانيتين، زيزو وتريزيجيه ما عندهمش حلول، ما عندهمش حلول، ما عندهمش حلول مع الاهلي، ما عندهمش حلول يكسبوا فرقتهم. فانت تلعب بالاتنين في مكان مش في مكانهم وعايزينهم يدولك. مفيش لعيب حريف في مركز 8 او 10 يعرف في التكتل الدفاعي ده يضرب خط الظهر باسيست بكوره بشوطه باي حاجه، اي حاجه. احنا مش طالبين منك كتير، لعيب بس يكون عنده حل. حطيت لي زيزو وتريزيجيه الاتنين ما عندهمش حلول، الاتنين. يا كابتن حسام انت اختيارك في القايمه من البدايه مش واخد لعيب عنده حل، انت واخد مروان عطيه اللي هو المفروض مش هيلعب الماتش ده وكان مصاب، هو اكيد مش هيلعب ماتش بوركينا، لعيب ما اتمرنش مع الاهلي غير تمرينتين اللي كان عليه علامه استفهام ما علينا. مروان عطيه انا اقدر ان هو سليم 100%، 6 ارتكاز، دونجا، حمدي فتحي، مهند لاشين، واخد 4 6 ارتكاز. ليه؟ واخد معاهم محمود صابر، واخد زيزو في نص الملعب، وتريزيجيه طرف، وابراهيم عادل طرف. هي اي حاجه والسلام، اي حاجه والسلام. 4 ارتكاز، وزيزو لو انت مصنفه 8 فهو بيلعب 8 ماشي، واخد لي ابراهيم عادل ومرموش وتريزيجيه 3 ناحيه الشمال. مفيش 8 و10 في الدوري المصري خالص. نيجي للتشكيل، محمد الشناوي تمام، محمد هاني، رامي ربيعه، خالد صبحي، محمد حمدي. خالد صبحي بتلعبه ليه؟ اي نعم منتخب مصر مفيش حاجه جت عليه النهارده يعني ان احنا نتكلم فيها، بس بتلعبه ليه؟ ما دي مجامله، دي بقى كده مجامله. حسام عبد المجيد فين؟ عمرو الجزار فين؟ خالد صبحي 5 ماتشات مع النادي المصري، لعب اول ماتش اساسي، تاني ماتش نازل بديل، والثلاث ماتشات التانيين قاعد احتياطي. بتلعبوا ليه يا كابتن حسام؟ بتلعبوا ليه؟ بدأت بحمدي فتحي تمام، حمدي فتحي النهارده لا مستواه كويس لان مفيش حاجه اصلا على منتخب مصر، مفيش حاجه. قطع كورتين او 3 كور كانوا مهمين جدا في اخر الماتش بس. لعبت حمدي فتحي، زيزو وتريزيجيه ليه؟ اسامه فيصل ليه؟ اسامه فيصل يلعب على مصطفى محمد؟ انا قسما بالله ما مستغرب اكتر من اللعيب ده. انا ما عنديش مشكله في اي حاجه،
يعني لو منتخب مصر لعب كويس النهارده واللعيبه ادت وزيزو وتريزيجيه ومرموش وصلاح والدنيا جميله وكسبنا 5-6 الدنيا ماشيه. لكن لو كسبنا 10 ومصطفى محمد ما بيلعبش واسامه فيصل اللي بيلعب، فدي عليها علامه استفهام. انت يعني انت بتعاقب مصطفى طيب؟ ما يا كابتن حسام انت ميولك للاهلي عارفين، بتعاقب مصطفى ان هو ما وافقش على الاهلي يعني فبتقعده دكه، والاهلي اللي عايز اسامه فيصل فبتلعب اسامه فيصل عشان الاهلي ياخده. ما انت هتخلي الواحد يقعد يفكر في حاجات غريبه، بس انت السبب. بتلعب بخالد صبحي وعندك حسام عبد المجيد بره، طب ازاي؟ ما دي مجامله يا كابتن حسام. يا كابتن حسام انت راجل تاريخي ونجم منتخب مصر ومن احسن الفراوده اللي جت في تاريخ مصر، وليك تاريخ كبير وليك بطولات كبيره حققتها سواء مع المنتخب او مع الاهلي او مع الزمالك. ما ينفعش ان انت يوصل بيك الحال ان انت تجامل لعيبه عشان خاطر النادي الاهلي. لا، خلي عندك عدل. انت لما بتاخد لعيبه ما بتلعبش في اهلي وزمالك وبيراميدز احنا بنتبسط، فرحانين بخالد صبحي اللي انت خدته وفرحانين بعمرو الجزار. مش لازم ابص على الاهلي وزمالك وبيراميدز، بس خلي في عدل. فطول ما مفيش عدل، طول ما انت مش هتلاقي نتيجه ولا اداء حتى. احنا بالاداء ده قدام بوركينا هنشيل، بالاداء ده في افريقيا هنشيل كتير، ومش بعيد نخرج من المجموعات وبفضيحه كمان عادي. بس ده يوصلنا ان ده حال الكره المصريه، هي دي اللعيبه اللي عندنا وهي دي امكانياتها. مش عايزين نتخدع بس ان احنا نوصل كاس عالم ودي رابع مره نوصل كاس العالم واللعيبه وصلاح ونفضل فرحانين كده بالهيصه والزنبليطه واحنا ما عندناش حاجه. دي هتبقى وكسه كبيره قوي بالاداء ده في افريقيا ولا حتى في كاس العالم. فبلاش الناس تتبسط قوي كده. عايز اجيب بقى لحاجه تانية. كابتن ابراهيم حسن في تصريحات بعد الماتش بيقول ان احنا عايزين نحقق حلم للمصريين بصعودنا لكاس العالم والتصفيات صعبه. لا، هو مش حلم للمصريين على فكره. اي مدير فني ماسك المنتخب هيصعد كاس عالم. انت شايف مجموعتك عامله ازاي؟ هي دي مجموعه تقول عليها صعبه والتصفيات صعبه وان انا اصعد كاس العالم وعايزين نفرح الشعب المصري؟ يا كابتن ابراهيم انت لا هتضحك علينا بكلمتين؟ ولا ده بتداري على الاداء المنيل اللي المنتخب بيلعبه؟ ولا على اختياراتكم المعفنه اللي انتوا بتجيبوها؟ ما زي ما انت تبقى عايز الناس كلها تدعمك وتقف في ظهركم، احنا كده كده واقفين في ظهر منتخب مصر ايا كان مين اللي بيدربه، حسام بقى ابراهيم حسين علي مش فارق معانا. احنا كده كده واقفين في ظهر منتخب مصر، بس عايزين نشوف منتخب كويس. لعيبه الاهلي والزمالك اللي انتوا بتضموهم دولت، اهلي وزمالك وبيراميدز، اللعيبه دي لو انتوا بتضموهم كده عشان هم بيلعبوا في اكبر 3 انديه، لا ما تضمهمش. هات لي لعيبه وادي دجله، اللعيبه اللي عملت ماتش كبير قدام الزمالك، اللعيبه دي بص عليها هتلاقي فيهم لعيبه تروح منتخب مصر. بص على سيراميكا، بص على منتخب كابتن حلمي طولان اللي تحت، وانت تلاقي فيه لعيبه احسن من اللي عندك فوق. لا، خلي بس الناس تفكر كده بالعقل شويه وبلاش نجري ورا الاعلاميين اللي طالعين ينفخوا في اللعيبه، وبص اداء زيزو وبص اداء تريزيجيه وبص اداء مش عارفه مين. لا، اداء ايه؟ اداء ايه بلا وكسه؟ هم عارفين يفيدوا الاهلي لما هيفيدوا المنتخب. تريزيجيه بقى له 10 سنين عايز يلعب ارتو، من يوم ما صعد لمنتخب مصر عايز يلعب ارتو. 10 سنين بيلعب في منتخب مصر نفسه يلعب ارتو، وكل مره بيلعبها وكل مره ما بتجيش. النهارده جت في العارضه، ده الحمد لله انها جت في العارضه ما راحتش عند الركنيه. النهارده الجون فاضي قدام تريزيجيه بيطلع الكره فوق. ايه ده؟ ايه ده؟ ده حسام حسن مسك قرعته. ده كابتن حسام حسن شد في دماغه كده بعد ما تريزيجيه ضيع الكوره. ايه الاداء ده وايه المستوى ده؟ مشكله ان الاعلام عندنا بينفخ اللعيبه بكم طريقه رهيبه. النهارده كابتن محمد الكواليني معلق المباراه، مرموش شاط كوره طلعت فوق الشبكه. لا لا لا، مرموش وحشه، مرموش وحشه وحشه وحشه. طب تريزيجيه ما قلتش عليه ولا كوره وحشه ليه من اللي هو لعبها، ولا هو ولا زيزو، ولا ده عشان بيلعبوا في الاهلي؟ الاهلي فيه اكل عيش، لكن ده مرموش بيلعب في المان سيتي، يعني محدش كده كده هيطلع يعلق عليك ولا يقول لي انت قلتي ولا ما قلتش، ايه يولع. لكن اي حد في الاهلي لا، كل ما توصل الكره لزيزو ولا النجم الكبير. نجم كبير ايه يا عم؟ نجم كبير؟ ما عندناش نجوم، دي كلها لعيبه على الله قسما بالله.
والله كلهم لعيبه على الله. فالحين بس تطلعوا تتكلموا على صلاح ومرموش، اصل هم عملوا ايه المنتخب، اصل هم بيعملوا ايه. هو انتوا عندكم لعيبه في المنتخب؟ هو انتوا عندكم لعيبه في الدوري المصري اصلا؟ فلا، ماتش مستفز واداء مستفز من اللعيبه. واللي بيضايق يعني، انا كنت طالع بعد الماتش زعلان ومتضايق من الاداء بس اللي بيغيظني الاعلام. افتح التلفزيون الاقي الاعلاميين كلهم طالعين بينفخوا في لعيبه منتخب مصر. طب على ايه؟ طب عملوا ايه؟ يعني عملوا حاجه انا ما شفتهاش في الماتش؟ يعني في حاجه اللعيبه دي عملتها في الماتش احنا ما شفناهاش؟ طيب كانت بتتذاع على قناه تانية احنا ما شفناهاش؟ بتنفخوا اللعيبه على ايه؟ وكل حاجه عندكم النجم الكبير، نجم كبير ولاعيب كبير ونجم مش عارفه عمل ايه، والنجم اللي الناس كلها بتحكي عليه واهدافه وارقامه. ايه ده؟ انتوا بتضحكوا على الناس. ما عندناش نجوم احنا في مصر، ولا عندنا نجوم في منتخب مصر. شيل صلاح وشيل مرموش وشيل مصطفى محمد بره الحسبان، كل اللعيبه شبه بعض، وكل اللعيبه على الله حكايتها قسما بالله. دي مش لعيبه تلعب افريقيا، ولا دي لعيبه تلعب كاس عالم. يا كابتن حسام راجع اختياراتك وراجع لعيبتك، وخليك عادل في اختياراتك. ما تخليش الناس تتقسم، اللي هي دي بقى. انت دلوقتي الناس كلها بقت نص معاك ونص ضدك. الاول كان كله معاك وكله بيدعم كابتن حسام حسن. فلا، هي الكوره مش حماس وبس، وان انا اقف على الخط افضل ازعق واتشنك واعمل واسوي. لا، احنا عايزين اداء. لا، انا عايز اداء. لما يبقى عندك اللعيبه دي كلها، لا اداء. انا بطلب باداء عشان منتخبي يبقى في افريقيا يقدر ينافس على البطوله، عشان في كاس العالم يبقى شكلنا حلو. احنا كده كده هنخرج من المجموعات، بس يبقى شكلنا حلو على الاقل. احنا ما عندناش لعيبه حتى تعدينا الدور التاني في كاس العالم. منتخب مصر محتاج 2 بونت يوصل لكاس العالم، يعني نكسب ماتش. عندنا بوركينا وعندنا جيبوتي وغينيا بيساو. ان شاء الله نكسب بوركينا ونصعد بدري بدري، والماتشين التانيين دولت يبقى تحصيل حاصل لكابتن حسام حسن، ياخد لعيبه مختلف عن اللعيبه اللي هو بياخدها. يبتدي يجرب اللاعب لما يلبس تيشيرت منتخب مصر برضه تبقى حاجه كبيره ليه، يمكن يطلع حاجه عنده. عندنا لعيبه في الدوري المصري كويسه، بس طول ما هم مش في اهلي وزمالك وبيراميدز ما بيروحوش. فالحمد لله على ال3 بونت، والحمد لله على المكسب. نفسنا بس نشوف منتخب مصر بيلعب كرة كويسة. نفسنا اللعيبة اللي بنسمع عنها أرقام بالملايين وبالمليارات دي تأدي حاجة مع منتخب مصر. نفسنا كابتن حسام حسن ما يبقاش عنده مجاملات للعيبة بتلعب في منتخب مصر. وبلاش انحيازك للأهلي يا كابتن حسام. بلاش تجامل لعيبة الأهلي يا كابتن حسام. عاد ده بيحصل، ده بيحصل وانت عارف، والناس كلها عارفة بما فيهم الأهلاوية اللي شايفيني. انتوا عارفين ان حسام حسن بيجامل لعيبه الاهلي. فبلاش الناس تضحك على بعض. فالمجامله هتيجي فوق دماغنا ودماغ منتخب مصر، ومش هنستفيد من اي حاجه من مجامله لعيبه الاهلي. خليك ورا المنتخب، وخليه مصلحه المنتخب اهم من المصالح ولعيبه الاهلي والكلام ده كله. نفسنا نشوف منتخب كويس بيأدي اداء كويس. نفسنا كابتن حسام حسن اللاعب التاريخي واحسن مهاجم جه في تاريخ مصر والقائد التاريخي والعميد وكل ده، يبقى فعلا في التدريب مع المنتخب كده. انت مع الانديه كنت بتلعب ماتشات كويسه، ما حققتش بطولات ولا نجاحات، بس انت معاك منتخب مصر. يعني يا باشا انت بتختار اللعيب اللي على كيفك واللعيب اللي انت عايزه، وشكل زي ما انت عايز، معاك كل الصلاحيات. لو انت ماسك فرقه بتقول ما انا ما عنديش الامكانيات، انت بقى ماسك منتخب مصر، بص الاكبر من الاهلي ومن الزمالك ومن اي فريق. انت اللي بتختار وانت اللي بتحط تشكيل وانت اللي بتعمل كل حاجه، معاك كل الصلاحيات والامكانيات. ورينا بقى منتخب مصر. يا ريت ماتش اثيوبيا ده ما يتكررش تاني وما نشوفوش تاني، ان احنا نكسب بضربات جزاء باداء سيء. فكل التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله الناس هتفضل في ظهر منتخب مصر لحد ما يتحسن. بس الوحش لازم يتقال عليه وحش، والمجامله لازم نطلع ونقول ان في مجامله. فكده كده احنا في ظهر منتخب مصر، وهنفضل ندعم منتخب مصر عشان ده منتخب بلدنا. بس لازم يعني لازم اللعيبه بجهاز فني يبقوا قد المسؤوليه ان هم يفرحوا الشعب المصري بس. وكل التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله نكسب ماتش بوركينا ونصعد لكاس العالم. السلام عليكم.